في عز الظهر والجو نار، التلات عيال دول زين وسلمى ويوسف قرروا يخشوا الغابة. بيتكلم يعني مصري مصري. السلام عليكم. اتكلمنا قبل كده عن السيكونشال ايجنتس والبارل ايجنتس، والنهارده هنتكلم على لوب ايجنتس. الدياجرام ده بيوضح اللوب ايجنت بيشتغل ازاي. عندك هنا الانبوت بيدخل على اول ايجنت من اللوب ايجنتس. بعد ما يخلص الايجنت الاولاني يبتدي الايجنت التاني يشتغل، بعد كده الايجنت التالت الرابع الخامس وهكذا. اخر ايجنت بيخلص بيرجع تاني لاول ايجنت، وتفضل اللوب دي لغايه ما يحصل حاجه من حاجتين. اول حاجه اوصل للماكسيمم ايتريشنز. مثلا لو هي باتنين يبقى اللوب دي هتشتغل مرتين، يبقى كده اول مره، تاني مره، بعد كده يطلع من اللوب. ده اول كونديشن. تاني كونديشن عندي حاجه اسمها اكزيت كونديشن، والامكانيه دي انا بديها لاي ايجنت من دول او كل الايجنتس. فبقول له عند كونديشن معين نادي على فانكشن اسمها اكزيت لوب. الفانكشن دي بسيطه، بتخليه يطلع من اللوب. بعد كده بحصل على الاوتبوت. ده الكود اللي بكتبه عشان نعمل لوب ايجنت. بقول له لوب ايجنت ايه هي السب ايجنتس؟ رايتر ايجنت، كريتيك ايجنت، ماكسيمم ايتريشنز. في الحاله دي رايتر ايجنت بيشتغل، بعد كده كريتيك ايجنت، بعد كده رايتر ايجنت، كريتيك ايجنت، وهكذا لغايه ما اوصل للماكسيمم ايتريشنز. او اي ايجنت من دول ينادي على اكزيت لوب. وده الكود اللي عندنا. هنعمل كوبي من الكود، بس الكود ده فيه غلطه هنصلحها مع بعض. نفتح بقى الباي تشارت. هاجي هنا زي كل مره واقول له كي create loop agents example. هختار اول حاجه جيميناي، جوجل اي اي، وادخل الاي بي اي كي. خلاص كده دخلت الاي بي اي كي. زود لي هنا لوب ايجنتس اكزامبل. اجي عند agent دوت باي واعمل بيست للكود. وقبل ما نشوف الكود تعالى نشوف دياجرام بسيط بيوضح لنا ايه اللي بيحصل. البايب لاين عندي الاساسيه هي سيكوينشال. عندي الايجنت الاولاني initial writer agent، بعد كده بدخل على لوب ايجنت هو مسميه refinement loop. لوب ايجنت ده فيه تو ايجنتس، كريتيك ايجنت، بعد كده ريفاينر ايجنت. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الرايتر ايجنت انا بقول له انا عايزك تكتب ستوري، بيكتب هو انيشال ستوري. بعد كده سيكونشالي ادخل على لوب ايجنت. كريتيك ايجنت بيبص على الستوري، بيقول رايه، لو له اي ملحوظات بيكتبها، يا اما يقول انا ما عنديش اي ملحوظات. بعد كده ريفاينر ايجنت يبص، لو ما فيش اي ملحوظات يبتدي يطلع من اللوب واشوف الفاينل ستوري. طب لو لقى ملحوظات بقى يعمل ايه؟ لو لقى في ملحوظات يبتدي يعدل في الستوري. بعد كده يرجع للكريتيك ايجنت يبص على الستوري ويشوف هيكتب ملحوظات ولا لا، وهكذا. نفضل ماشيين في اللوب دي لغايه ما يحصل حاجتين، يا اما يحصل ماكسيمم ايتريشنز هنا في اس بس، يا اما ريفاينر ايجنت يطلع من اللوب عن طريق اكزيت لوب. وهنا روت ايجنت الكبير عباره عن سيكونشال ايجنت من الايجنت الاولاني خالص اللي هو انيشال رايتر ايجنت، بعد كده بيدخل على اللوب ايجنت. والاوبريشن دي سيكونشال زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى نشوف الكود. هنا بيعرف الاب نيم، يوزر اي دي، سيشن اي دي، بس مش هيستخدمها. بيستخدمها لما اعرف الرانر. ولو عايز تعرف اكتر عن الاب نيم واليوزر اي دي والسيشن ازاي بستخدمهم مع الرانر، ارجع للاوفيشال نوت بوك فيديو اللي انا شرحته. بعد كده بيعرف له حاجه اسمها state initial topic، وده بيساوي initial topic. وعندي state تانية اسمها state current document او doc، ودي بتساوي current document. عندي state تالتة اسمها state criticism، واسمها criticism اللي هو النقد نفسه. اخر حاجه عندي completion phrase no major issues found، دي المفروض يكتبها الكريتيك ايجنت لو ما عندوش اي ملحوظات. عندي هنا في فانكشن اسمها exit loop، ودي اللي هينادي عليها refiner agent لو ما لقاش اي ملحوظات على الستوري. دي بتستقبل حاجه اسمها تول كونتكست، وارجع للفيديو اللي انا عملته على الاوفيشال نوت بوك عشان نفهم بالظبط يعني ايه تول كونتكست. المهم التول كونتكست دي تقدر تطلع من اللوب عن طريق حاجه اسمها actions دوت escalate. دي لو بترو معناها بقول له اطلع من اللوب، واسكليت معناها التصعيد. بترجع لي empty dictionary لان التول لازم ترجع ديكشنري. بعد كده عندي اول ايجنت initial writer agent.
ده النيم بتاعه، الموديل اللي هيستخدمه، include contents none. دي property جديدة بنشوفها مع بعض، ودي معناها أنا مش محتاج أي history. الايجنت فقط بيستخدم current instruction and input اللي هو الكويري أو اليوزر ريكوست. instructions المفروض يعمل إيه؟ You are a creative writing assistant. tasked التاسك بتاعك هو إن أنت تبتدي story. tasked with starting a story. هتعمل إيه بالظبط؟ write the first draft of a short story. هتكتب قصة صغيرة، هيبتدي يكتب ستوري من جملتين أو 4. base the content only on the topic provided below. يعني هتكتب ستوري عن التوبيك اللي أنا هقولك عليه. try to introduce a specific element like a character, a setting detail, or a starting action to make it engaging. يعني خلي الستوري فيها characters، فيها تفاصيل، فيها action معين عشان إيه تكون شيقة. التوبيك هو initial topic، ودي غلطة هنشغل الأول عشان تعرف الغلطة موجودة فين ونبتدي نصلحها مع بعض. الاوتبوت بقى هيكون عبارة عن ايه؟ The story document text. Do not add introductions or explanations. مفيش أي مقدمات أو أي شرح للستوري. وزي ما قلت لكم أنا بتعمد أقرأ الانستراكشن عشان دي من أهم الحاجات اللي أنت تاخد بالك منها. حسب ما أنت بتكتب له هنا حسب ما بينفذ بالظبط أو almost. ده الوصف بتاعه، يبتدي يكتب درافت للستوري حسب التوبيك اللي أنا هديهوله. الاوتبوت كي عبارة عن state current document، والstate current document بيساوي السترينج ده current document. يعني أكني بقول له الاوتبوت كي هو عبارة عن current document، وده الكي اللي هيكتبه في الستيت. كأني بقول له كده بالظبط، ده الكي اللي هيكتبه جوه الستيت عشان أي ايجنت بعده يقدر يشوف الستوري اللي كتب الايجنت ده. بعد كده عندي critic agent in loop. ده النيم بتاعه critic agent. الموديل هيستخدمه include contents none. مش هيستقبل أي history لكن يقدر يشوف الستيت. instruction You are a constructive critic AI. أنت بتنقد نقد بناء. Reviewing a short document draft. بتبص على document draft وهي قصيرة أو قصة قصيرة. Typically 2 to 6 sentences. تعالى نخلي دي نفس الرقم. Your goal is balanced feedback. ادي feedback متزنة. ايه الدوكيمنت اللي انت هتعملها reviewing؟ هي ال current document. وايه ال current document دي؟ هو هنا في لخبطة شوية بس أنا هحاول أوضحها لك. دي الستيت، والستيت هنا حاططها between two curly braces مش one زي ما كان في الفيديو اللي فات. ليه بقى هنا حاططها بين two curly braces؟ عشان هنا ده f string. طب ليه برضو؟ ليه عامل f string؟ عشان عنده هنا فيه variable، فالvariable ده محتاج أحطه بين curly braces، وبالتالي الستيت ما ينفعش أحطها في one curly braces، بحطها في two curly braces. ودي تريكة كده غريبة شوية بس مهمة. دي هنا بتقوله دي state عشان هنا في f string وده variable. لو جيت هنا كده دوست عليه ده بيقول لي ده variable، لكن لو دوست عليه هنا عن طريق كنترول واحط الماوس عليها او كوماند مفيش اي حاجه. فدي هنا دي state، دي نقطه مهمه جدا. التاسك بتاعك بقى هتبتدي تعمل ريفيوينج وتعمل كريتيك. وعندك هنا if statement. الظريف بقى بيقول له if else، اكنه بيكتب برنامج بالظبط بس بالكلام. هتعمل كريتيك على اساس ايه بالظبط؟ ان الدوكيمنت تكون كلير اكشنبل، فيها كده حركه فيها اكشن وتكون واضحه. لو ما كانتش كده تبتدي تكتب ملاحظاتك، لكن لو كانت clear واكشنبل هتبتدي تكتب الجمله دي اللي هي الكومبليشن فريز. هتقول ايه بالظبط؟ no major issues found. ما عنديش اي ملاحظات، او انا مش لاقي اي مشكله في القصه.
do not add explanations، مفيش اي شرح تكتبه، او dot only the critique، النقد بتاعك ده اللي طلعه، يا اما تقول انا مفيش اي مشكله او اي ملاحظات، اللي هي or the exact completion phrase اللي هي دي. ده الديسكريبشن بتاعه. بعد كده الاوتبوت كي state criticism اللي هي بتساوي السترينج ده، كاني بقوله كلمه criticism. ده الكي بتاعي اللي هيتخزن في الستيت. بعد كده بقى ريفاينر ايجنت، النيم بتاعه الموديل، مش محتاج كونتنت لكن حرر الستيت. You are a creative writing assistant. refining بتحسن a document، بتحسن document جاي لك او story based on feedback or exiting the process. هتعمل حاجه من حاجتين، يا اما تحسن في الدوكيمنت اللي جايه لك، يا اما تطلع من اللوب او البروسيس. الكرنت دوكيمنت هي الكرنت دوكيمنت دي الستيت اللي جايه لي منين؟ اللي جايه لي من اول ايجنت، اللي هي اسمها current document. والملحوظات اللي جايه لك criticism، اللي جايه لك منين؟ اللي جايه لك من الايجنت اللي هو critique agent. وعشان ما لخبطكش، ما اعرفش ليه عامل كده في المثال ده، اكني بقوله كده بالظبط. تمام؟ فده الكي، ده الاوتبوت كي بتاع الكريتيك ايجنت، اقدر اقراه هنا. اظن كده واضح، بس انا هرجع تاني للاكزامبل عشان ايه؟ ده المكتوب في الاكزامبل عندنا. يبقى انت عندك حاجتين، الكارنت دوكيمنت وكريتيسيزم. التاسك بتاعك هتبص على الكريتيك او suggestions، الاقتراحات، هتبص على النقد او الاقتراحات. if the critique is exactly completion phrase، يعني ملهاش اي مشكله، هتعمل ايه؟ you must call the exit loop function، هتنادي على exit loop. do not output any text، وده عشان تطلع من اللوب. انا بس عاجبني ان هو بيستخدم if else، اكني بكتب برنامج بالظبط، ودي بتعمل راوت. فهنا كل الكلام ده بالانجلش if else لو في ملاحظات بقى هتعمل ايه؟ apply بقى الاقتراحات دي، طبق بقى الاقتراحات اللي جايه لك to improve the current document، عشان تحسن من ال current document اللي هي الستوري. output only هتطلع ايه بالظبط؟ the refined document text. do not add explanations، مش عايزين اي شرح. either outputs the refined document، يا اما تطلع الدوكيمنت اللي انت حسنتها or call the exit loop function. description بتاعه، التولز اللي هيستخدمها exit loop دي اللي انا قلت له عليها، ينادي عليها لو مفيش اي ملاحظات. بعد كده الاوتبوت كي state current document اللي هي اسمها current document. خلي بالك دي استخدمتها مرتين ودي نقطة مهمة. الاوتبوت كي ده الايجنت الاولاني خالص اللي هو initial writer agent بيستخدمه، وهنا كمان انا بستخدمه عشان الكريتيك ايجنت يبص عليه. فالكريتيك ايجنت بص على الستيت دي اللي جايه له من الانيشال رايتر ايجنت، كمان جايه له من الريفاينر ايجنت. بعد كده هعمل لوب ايجنت عباره عن تو ايجنتس، كريتيك ايجنت ان لوب وريفاينر ايجنت ان لوب. يبتدي الكريتيك ايجنت يبص على انيشال ستوري اول مره، يقول رايه. ريفاينر ايجنت يشوف له راي معين، ملحوظات، يبتدي يحسن من الستوري. ملوش اي ملحوظات يأكزت اللوب. لو له ملحوظات وعمل تحسين للستوري، يرجع تاني كريتيك ايجنت يبص عليها، وينزل تاني ريفاينر ايجنت. يفضل الكلام ده لغايه ما يحصل ماكسيمم ايتريشنز او ريفاينر ايجنت يأكزت اللوب. اخر حاجه بقى بعمل سيكونشال ايجنت. اول ايجنت عباره عن انيشال رايتر ايجنت، بعد كده يدخل على اللوب ايجنت اللي هو عندي ريفاينمنت لوب ايجنت. تعالى بقى نشغل الكود ده adk web. الادرس ده اوريدي ان يوز، شغال تاني. خلاص انا قفلت البروجكت تاني. ادوس على اللينك ده،
شغال لي الويب سيرفر، ابتدي اختار لوب ايجنتس، مش محتاج اكتب اي ريكوست، هقول له جو اون initial topic، بيقول لي context variable not found initial topic. تعالى بقى نعدل. هو يقصد ايه بالظبط؟ بص initial topic ده عبارة عن state، فلازم اكتب حاجة. اولا هو ما استخدمش الفاريبل ده، او بالنسبة لي يعتبر زي constant كده، فانا هاجي هنا اخد ده كده، يبقى ده بيعبر عن initial topic، وابتدي اعرف له التوبيك ايه بالظبط. فانا هشيل ده كده بالظبط، او اعرفه فوق يعني. هقول له مثلا 3 kids adventure in the jungle، مغامرة 3 اطفال في الغابة. دي القصة اللي هيبتدي يتكلم عنها. وتعالى بقى نران تاني. نعمل ريفرش. هقول له هنا جو اون. هنا كتب لي الستوري. ده مين ده؟ initial writer agent. بعد كده عندي الكريتيك ايجنت، ما عنديش اي مشكلة، ده اللي قاله. بعد كده عندي الايجنت الاخير ريفاينر ايجنت. لما شاف الايجنت اللي هو الكريتيك ايجنت بيقول انا ما عنديش اي مشكله، طلع من اللوب، نادى على اكزit لوب. دي هنا بتعبر عن الفاينل ايجنت، نادى على اكزit لوب. يبقى ده الايجنت الاولاني initial writer agent، خلص مهمته وكتب الكلام ده اللي هي الستوري. ده الكريتيك ايجنت، قال لك انا ما عنديش اي ملاحظات، ما فيش اي مشاكل. بعد كده ريفاينر ايجنت لما لا ما فيش اي مشاكل هيطلع من اللوب، عمل فانكشن كول اسمها exit loop. طيب ده كلام جميل، بس احنا ما شفناش اي بروجرس، يعني عايزين كريتيك ايجنت يبتدي يقول رايه. تعال نرجع تاني للكود عشان نحس بطعم الستوري. هقول له دلوقتي اكتبها in Arabic language Egyptian accent. وتعالى برضو عندي كريتيك ايجنت في التاسك هنا، هقول له نفس الكلام. تعالى كمان عندي الريفاينر ايجنت، هقول له برضو يتكلم عربي بالمصري. جو اون. في عز الظهر والجو نار، التلات عيال دول زين وسلمى ويوسف قرروا يخشوا الغابة، بيتكلم يعني مصري مصري، اللي جنب بيته. زين كان ماسك عصاية كبيرة، وهكذا هيبتدي يكتب ايه القصة. ده مين؟ ده الانيشال رايتر ايجنت. بعد كده كريتيك ايجنت، محتاجين بداية تشد القارئ أكتر. ممكن توصف حرارة الجو بطريقة أحسن، وكمان يا ريت توضح هدفهم من دخول الغابة، بيدوروا على حاجة معينة ولا مجرد مغامرة. يبتدي يكتبها بطريقة تانية. الشمس كانت بتلسع والهواء سخن زي اللي طالع من الفرن. جميل أوي الكلام ده. والتلات عيال زين وسلمى ويوسف كانوا بيتحدوا الحر. ويبتدي يكمل القصة. تعال نشوف كده كريتيك ايجنت هيقول له ايه. محتاجة توضيح أكتر عن سبب دخولهم الغابة في الحر ده، يعني في هدف معين ولا لأ، ويا ريت تقلل شوية من التفاصيل اللي ممكن تكون مش ضرورية في الأول. الشمس كانت بتلسع والهواء سخن زي اللي طالع من الفرن. طيب هنا كان قال له إيه بقى؟ محتاجين توضيح أكتر سبب دخولهم. تعالى كده
يدوروا على العصفور. هنا بقى ايه سبب دخولهم الغابة؟ يدوروا على العصفور اللي سمعوا انه بيغني اغاني غريبة محدش سمعها قبل كده. ماشي تمام. المهم ان ايه عندنا دلوقتي في ستوري، بعد كده كريتيك ايجنت قال رأيه، بعد كده ريفاينر ايجنت حسن منها قال رأيه تاني، الريفاينر ايجنت حسن من القصة تاني، بعد كده كريتيك ايجنت قال انا ما عنديش اي مشكلة خلاص ما عنديش اي ملحوظات، ريفاينر ايجنت نادى على اكزيت لوب، وده اللي حصل قدامنا. خلي بالك هنا مهم تبص على الايفنت والريكوست والريسبونس. ده الايفنت اللي حصل، وده الاوتبوت اللي كتبه الرايتر ايجنت initial رايتر ايجنت. الريكوست اللي هو السيستم انستراكشن، وهنا الريسبونس اللي هو الرد بتاعه او اللي هو الاوتبوت. بص على كريتيك ايجنت هنا، ده التعليق بتاعه، لكن في هنا حاجة مهمة، الحتة دي اللي هي ايه؟ دي الستيت اللي هي الكارنت دوكيومنتس اللي جايه له من الرايتر ايجنت، وهنا انت بتتاكد انه شاف الستيت صح. خلي بالك هنا الانبوت من رايتر ايجنت كانه جاي له من اليوزر رول، كان اليوزر هو اللي كاتب له الكلام ده عشان يبتدي كاسيستنت يرد عليه. وده الريسبونس بتاعه، محتاجين بدايه شد القارئ اللي هي مكتوبه هنا. تمام. تحاول تبص دايما على الايفنت ريكوست ريسبونس. تعال نكبر الستوري شويه عشان نشوف كمان لو في نقد اكتر. بلاش هنا بقى، خلي دي مثلا 15 20. نفس الكلام هنا. تعال نشغل تاني. هنا بقت أكبر شوية. دي بداية القصة، ده الرد بتاعه، ده الكريتيك. بعد كده حسن في القصة، قال أنا ما عنديش مشكلة. مين ده بقى؟ ريفاينر ايجنت بيقول أنا شايف إن مفيش تعديلات مطلوبة، وراح طالع من اللوب. حلو جدا. وبكده شفنا النهاردة اللوب ايجنت. تمام. واحتجت أعمل سيكونشال ايجنت عشان يكون في ايجنت في الأول يطلع اوتبوت، يبتدي اللوب ايجنت يشتغل على الاوتبوت ده. وشفنا الايتريشنز بين كريتيك ايجنت وبين ريفاينر ايجنت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون واضح. اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.